بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رجعنا وياكم ويا الدرس العاشر من الجزء الثالث من تصميم صور الأعراس من دورة احتراف فن الاستوديوهات. بهذا الدرس راح نتعلم كيف نصمم الصورة النصفية للأعراس، وكيف ندمجها مع باك جراوند. بهذا الدرس راح نستخدم باك جراوند بسيط جدا تم العمل به داخل الفوتوشوب، مجرد إضافة فيكتور على الحافات، ومع نسخ الفيكتور وإعطاء فلتر البلر الجاستمان بلر، فظهر عندنا بهذا الشكل. راح نجيب الصورة نخليها على الخلفية بهذا الشكل، ثم نعمل سكيل إلها بهذا الشكل. الصورة توسطت التصميم، توسطت الباك جراوند. لو حابين نغير لون الباك جراوند، مجرد قلنا كترل زائد حرف يو، اذا تريد تحصل على باك جراوند اخر راح نشتغل على هذا اللون. ثم نجي على الفيكتور الاول ثم الفيكتور الثاني، راح نسخن مع بعض. اذا تحب قبل تعطيهن المود فراح يطنك نفس لون الباك جراوند. اذا تحب نتلاعب بالمود اكثر نحصل على لون او على شكل اجمل. اعتقد الشكل الاجمل هو كان الالطف. نعم، هذا الشكل. شوية نوسط الفيكتور بهذا الشكل. طبعا انا جاي اشتغل بالاسهم الموجودة بالكيبورد. نرجع على صورة العرسان، راح نعطيها اد ادجستمنت كونتراكت بهذا الشكل. شوية نحسن من اداء الصورة. ايش راح نستخدم بعد؟ راح نجي على الصورة الاساسية نفسها، وراح ناخذ الوجهين مع بعض بهذا الشكل، ثم الفذر يكون مثلا 90. اوكي، ثم كنترول سي كنترول في بنفس اللحظة نسحب هذا الشكل ونرجعه خلف الصورة بهذا الشكل. ثم نعطي المود، هذا المود يكون عندنا بهذا الشكل الموجود. لاحظتوا شلون صار عندنا الشكل توزع عندنا. لو حابين نعمل فتفيكة او فد حركة اضافية للصورة مع هذه الصورة ماكو اشكال، مجرد راح ننسخ الصورة. ثم ايش راح نسوي؟ راح نخفي اللاير مال الصورة الامامية، ثم نعمل لها روتيشن بهذا الشكل، ثم نقلب هذه الصورة ايضا بهذا الشكل. ثم نجي للصورة الأساسية، راح ندمج جميع لايرات ندمجهن، ثم نجيب الصورة هنا بهذا الشكل. ثم نختار أداة السلك ونعمل مستطيل بهذا الشكل، لكن احنا محددين أي لاير. كنسل، نخرج الفذر هسه. محددين على لاير الصورة اللي جبناها. راح اعطيه فذر 200 عالي جدا، ثم ديليت. ادمجها مع هذه الصورة، ثم باستطاعتي اعبر السكيل، اكبر السكيل بهاي الصورة قليل، ما اخليه يعبر على البدلة لان الناس صارت الحافة ناعمة بهذا الشكل. يمكن اذا اريد ارجع المود الاصلي بهذا الشكل. بعد انت حر باختيارك للصورة، يعني نشوف مود. اعتقد الاول هو افضل، هذا المود. حابين نغير لون الباك جراوند ايضا، مهم تقدر تختار اي لون باك جراوند لهذا الشكل، وهذا الشكل ما راح يتغير. لو لا تريد لازم ندمج الباك جراوند مع بعض ثم ندمجهن، لكن هذا اللون انا اشوفه هو الاكثر تناسق مع الصورة. هاي طريقة اخرى لتصميم صور الاعراس، مجرد انه هسه نحجم العمل ويكون جاهز للطباعة. لا تلاحظون انه الدروس بدأت تمشي بسرعة اسرع من الاول، وهذا لان احنا جاي نعبر خطوات شرحناها بدروس السابقة، لان هي مو دروس متفرعة بكل درس نعيد جميع الخطوات، هي سلسلة دروس دورة. الطالب يدخل من اول درس، بحيث لما نوصل هاي المرحلة ما راح نعيد اللي شرحناه سابقا، لا
اريد يعتمد على ذكائه، بحيث من انا ما اسوي هذا الشيء هو يرجع يقول ليش ما سواه، اذا انا اعرفه لان هو انشرح بدرس سابق. الصورة تتجهز من الدرس الاول حد ما وصلنا هاي الدروس، احنا بدينا قبل نصمم. انا جاي قبل اصمم لان انا الصور قاصها ومرتشها ومهيئها، فقبل جاي اصمم. انت راح يصير عندك تدرج بالافكار، قصيت ورتشت وعدلت الوان ثم وصلت لهاي المرحلة، مرحلة التصميم، مجرد جاي نصمم. وعرفنا كم طريقة للتصميم مع كم طريقة لصناعة الخلفيات. نلتقي بالدرس 11 إن شاء الله، يكون الدرس الأخير لتصميم صور الأعراس، بعدها راح ننتقل لتصميم صور الأطفال. كان معاكم أخوكم المصمم محمد عبد الستار.